السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نشتغل على الشبك ده. الشبك ده بيجي جاهز زي ما انتم شايفين الشكل بتاعه ده. في منه مقاسين، المقاس ده وفي مقاس تاني تقدري تشتغلي بيه خيط السلسلة او خيط القطيفة، بيبقى ممتاز جدا برضو فيه. هنشتغل بإبرة إتامين، دي بتبقى موجودة برضو في المحل بتاع الخردوات. بتشوفي إبرة يكون مقاسها مناسب للخيط اللي انتي هتستخدميه. بناخد جزء كده مش صغير عشان مش كل شوية نوصل الخيط بتاعنا. انا قلت اشتغل بداية كده كام سطر عشان اعرفكم البداية بتاعته تكون واضحة معانا، اللي انا هقول لكم عليها اللي هي دي. احنا في البداية بنعد الثقوب بتاعتنا دي من اول هنا، من عند دي الفتحة اهيت معانا دي، من عند اخرها من هنا. المفروض ان احنا بنشتغل من اول ثقب هيجي يكون منتظم معاكي من فوق. يعني انا جيت عند الثقب ده كده اللي هو المفروض ممكن يكون بداية للشغل، فانا طلعت بيه كده اهوت، لكن اول ثقب معايا هنا كان قافل فما نفعش ان انا اشتغل في الصف ده، فاشتغلت في الثقب اللي بعد منه على طول. هنسيب طبعا الجوانب دي مش هنشتغل فيها دلوقتي، وهسيب السطر الاولاني من هنا وهسيب السطر الاخير من هنا، وهنشتغلهم طبعا مع بعض في الاخر. حبيت ان انا اعرفكم الاول ازاي هنشتغل. احنا هنبتدي نعد الثقوب بتاعتنا من اول هنا مربع احنا هنشتغل فيه لحد برضو القفلة بتاعتنا من هنا كده، وبنأكد بنطلع بيها كده وبنشوف الثقب برضو يكون مفتوح معانا. يعني ما ينفعش ان احنا ناخد الصف ده خالص عشان الثقب مقفول والصف هيروح علينا، فاحنا هناخد الثقب اللي بعد منه ده. فهنعد بقى الثقوب من اول هنا لحد هنا. انا عديتها لقيتها 42، ف 42 دي بتقبل القسمة على 6. بتقبل ممكن نقسم 42 على 6 هيطلع معانا 7، وممكن تعمليها العكس 42 على 7 هيطلع 6 زي ما انا عملت كده. عشان الرقم اللي هيطلع معاكي هتاخديه عدد ثقوب. يعني انا لما اقسم 42 على 6 هيطلع معايا 7، فانا هشتغل عرض العمود ده هيبقى 7 ثقوب. لكن انا حبيت الصف يكون رفيع شوية فقلت اخدهم 6 ثقوب، يعني هقسم على 7 فهيطلع معايا 6 ثقوب. هبتدي بقى اخد، هي هتوضح معانا دلوقتي. يعني انا قسمت ال 42 على 7 فطلع معايا 6، فانا هاخد ايه بقى ال6، هاجي من اول الصف اللي انا علمته معاكم من هنا وهسيب الثقب الاولاني ده وهطلع بالابرة معايا بالشكل ده. المفروض ان انا دلوقتي هشتغل 6 ثقوب اللي هو ده اساس الشغل معايا. هشد الخيط معايا بالشكل ده وهسيب جزء منه هداريه طبعا تحت الخيوط وانا بشتغل. لما بندخل الخيطين كده انا شغالة على فتلتين، لان لما قلت اني اشتغل على فتلة واحدة لقيت فيه فراغ ما بين الفتلة والفتلة، فقلت اشتغل على فتلتين مع بعض، وفعلا لقيت الشبك مش باين خالص وشكله كويس معايا. فانا كده بدأت 1 2 3 4 5 6 وهدخل في رقم 6 بالشكل ده. وهعدل الخيوط بتاعتي بالشكل ده كده. بعد كده هاجي من تحت، هطلع من هنا كده
وطبعا حاطه الخيوط اهيت، معديه الابره من وراهم عشان اخدها تحت الخيط وما تبقاش باينه بالشكل ده كده كده. وبعدين بنزل تاني في الثقب بعد الخيطين معايا كده، وبنزل في الثقب بالشكل ده، وبرجع تاني هاجي هنا كده وهطلع بالخيط. شغله سهل وفيه غرز كتير تقدري تنفذيها في الشبك ده. حبيت اوريكم حاجة بسيطة عشان انتوا كمبتدئين ما تتوهوش معايا وتعرفوا تنفذوها بسرعة. اهيت بننزل كده، بنكمل الشغل بتاعنا بالشكل ده. ثواني كده، بكمل الصف بتاعي لحد النهاية وبسيب السطر الاخير زي ما انا عاملة كده، وبعدين برجع اجيب الصف اللي بعد منه. بجيب بقى من هنا بعد الثقب اللي انا داخله فيه ده اللي هو الخيط في قلبه، 1 2 3 4 5 6 هنا. تمام، يعني عادي انا ممكن افكها بقى تاني. بدخل من هنا كده كأن انا هبدأ سطر جديد كده كده. معايا 1 2 3 4 5 6، بدخل في رقم 6 كده وببتدي اشتغل السطر بتاعي بشكل طبيعي. هي كده كده هفك الغرزة دي، انا بوريلكم عشان نشتغل مع بعض ازاي. اهي بتبقى جاية من نفس الثقب اللي انتي اشتغلتي فيه ده. بعد كده بنطلع الصفوف كلها وبنسيب الجناح بتاعها الجوانب بالشكل ده كده، ونرجع ان شاء الله نكملها مع بعض. انا كده خلصت الجزء الاساسي معايا في الشنطة، بقى معانا بالشكل ده. بعد كده هنعمل الجوانب مع بعض. فهنبتدي نجيب الخيط معانا بالشكل ده، وهندخل من هنا. هنعمل الاول الجزء ده، فهندخل من هنا. ده يعتبر اول ثقب معانا اهو اللي هنمشي فيه هنا. وطبعا هنوصل للثقب التاني اللي هو يعتبر اخر جزء معانا، اخر خرم معانا في الجزء ده. فهنشد الخيط كده بسيب جزء بسيط كده عشان يثبت معايا تحت الغرز، عشان الشغل بتاعي يبقى ثابت. بعد كده هنزل في الثقب ده اللي هو اخر واحد في الجزء اللي احنا بنشتغل فيه بالشكل ده، وهنشد الخيط معانا. زي ما اتفقنا بنظبط كل غرزة بنعملها. بناخد الاطراف معانا كده وبندخل في الثقب التاني اللي عليه الدور، وبنظبط الخيط بتاعنا من تحت. هي صعبة شوية عشان انا عاملة الخيط 2 بشتغل على فتلتين، لكن لو هي فتلة واحدة ما بتحتاجيش ان انت تعدلي الخيوط بتاعتك مع كل غرزة كده. وبندخل في الثقب اللي بعده بالشكل ده.
كده. الجزء ده هخلصه بالشكل ده. هاخد الخرم الاولاني من هنا، الثقب ده مع الثقب الاخير من هنا، الثقب الاولاني من هنا مع الثقب الاخير من هنا، لحد ما بخلص الجزء بتاعي ده. وبعد كده بنرجع عشان نكمل مع بعض بقية الشنطة. تمام كده، انا خلصت الجزء ده. هبتدي بقى اعمل الجنب ده معاكم. هندخل الخيط من هنا، الغرزة اللي عليها الدور بعد الجزء ده على طول هندخل الجزء منها، الابرة منها بالشكل ده اللي احنا اشتغلنا فيها دي، مش الفاضية اللي احنا اشتغلنا فيها. هنشدها كده. طبعا انا بطول الخيط عشان مش كل شوية اقعد اغيره كده، بسيب جزء بسيط. بعد كده هشتغل هنا، هشتغل في الغرزة دي. يعني احنا هنحاول نظبط الخيط يعني واحنا بنشتغل كده. ده يعتبر الحاجة اللي هتبقى قبالها بالشكل ده. وانت بتشتغلي تأكدي على الغرز بتاعتك تشوفيها متساوية ولا لا، عشان ما تكمليش الشغل وهو مش مظبوط. بعد كده هندخل من الثقب اللي عليه الدور او الغرزة اللي عليها الدور دي. طبعا احنا بنشتغل في نفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده. بعد كده هنشتغل في الغرزة اللي بعدها، هنظبط الخيط بتاعنا كده. الغرزة اهي، لما تشد الخيط بتاعك كده هتلاقيه متظبط على الثقب بالظبط اللي احنا هنشتغل فيه. يعني لو جيتي تعمليها على الثقب اللي بعد منه ده هتلاقيها برضو اهي عاملة فراغات عندك ومش مظبوطة، او الثقب اللي بعده برضو هتلاقي فيه هنا فراغ والشغل بتاعك مش مظبوط. لكن لما تظبطيها على الثقب المظبوط طبعا هتلاقي الشكل معاكي كويس بالشكل ده. وبداية السطر بس هو اللي ممكن يلخبطك شوية، لكن بعد كده بتشتغلي بشكل طبيعي من غير اي لخبطة ولا حاجة. بنشتغل اهو في الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده الصف ده، وبنشد الابرة معانا كده. ونظبط الخيط معانا بالشكل ده. بعد كده الغرزة اللي بعدها شغل الشبك ظريف جدا وبيدي نتائج كويسة، وياريت تجربوه كده وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه ووصلتوا لايه، وانا معاكم ان شاء الله. لو في اي مشكلة قابلتكم هتبقى معانا بالشكل ده، وبكمل لحد نهاية الصف. كده انا خلصت الجنب اهوت، بقى معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبتدي اشتغل السطر اللي احنا كنا سايبينه ده. هنجيب الخيط بالشكل ده ونلفه لتحت كده، ونجيب الابرة من اسفل من تحت كده ونطلعها بالشكل ده. وطبعا برضو نظبط الخيوط بتاعتنا.
بعد كده هندخل برضو، هنعدل الخيط بتاعنا بالشكل ده، وهندخل الابرة من اسفل بالشكل ده كده. السطر بتاعنا كله هيبقى بالشكل ده. هندخل الخيط بتاعنا بالشكل ده وهنشده كده ونظبطه. هنشد الخيط كده ونلفه لتحت، وهندخل الابرة في الثقب اللي بعده على طول ونشد الخيط. بنكمل بقى الصف بتاعنا بالشكل ده، وبنعمل الجوانب بنكملها بنفس الطريقة دي. وبعد كده ان شاء الله نرجع نشوف الشكل النهائي بتاعها. ده كان الشكل النهائي بعد ما خلصنا الشغل على الشبك، بقى معانا بالشكل ده. وده كان الجزء الاول اللي احنا اشتغلناه مع بعض. ان شاء الله استنوني في الجزء الثاني عشان ننفذ مع بعض بقية الشنطة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.